ريال مدريد اسيا هو فريق الهلال، خاصه كريستيانو رونالدو زعلان بالامس، يعني يقول لك كريستيانو غادر، النصر مش مدعوم، يعني هو صندوق دعم كل الانديه اعتقد ابو علي. ان رونالدو من اكبر المؤثرين في العالم صحيح. الرياضيين، هو اكبر داعم للمشروع السعودي، يعني اليوم يعني كلامه المفروض انه ياثر. نقطه خلاف رونالدو اليوم ان الاربع الانديه الكبار اللي يلعبون في الدوري السعودي يمتلكها من ملك جهاز الاستثمار السعودي. نعم. فاليوم الاربع الانديه هذه لما تكون مدعوم من جهه واحده، فما يصير ان اليوم مثلا عندي انا سنافس مع منافسي تقويه في الصفقات الشتويه وتخليني انا بدون ما تطعم فريقي. دعمت نادي المفروض تدعم بس كل الانديه مدعومه ابو علي اعتقد. لا بس اليوم انت هذا منافس، اليوم منافسي، انت تدعم منافسي وتخليني انا. تفضل ابو حارب. أنا عندي ملاحظه في الموضوع، كلامه ما شاء الله طيب، لكن انا بقول شيء واحد. بدايه الدوري النصر ياب منه؟ تفضل. ياب كومان، زين. ياب البرتغالي كذلك. جواو فليكس. زين. زين. ياب ايضا ياب تقريبا 3 أو 4 لعيبه مؤثرين، يعني استفاد. انا الهلال متاثر لان نفس اللعيبه اللي عندي منو جبت؟ غير هذاك نونيز اللي عالة على الفريق. بس تو الحين قام يبون المدافع، جابوا المدافع الاسباني وهاي، لكن قبل كبدايه الدوري النصر يوم انفجر، النصر هو المدعوم رقم واحد، انفجر فجره شيء انفجار العود هذا. وين بالعكس نحن مو ضد هذا، بالعكس نبغي نحن، وبالعكس اضافه زين اللعيبه اللي جاوا جواو فيليكس ولا اللي جاي كومان وهي كانوا لعيبه زين بالعكس. وايضا انت ما بغيت اوكتافيو قلت ما ينفعني وطلعته من الفريق وطلع برا صح، وغير اللعيبه المواطنين مدعوم النصر ابو علي. فانا يا اقول ان جابوا لعيبه والهلال. انا بقول لك شيء يا اخي لا تصير بعيد، نادي الهلال مو بيوم من الايام كان ممنوع من التعاقد، صار لعب كاس العالم في المغرب وصل النهائي. نعم. بدون اللعيبه اللي موجودين وما اشتكى وما قال شيء، خلاص قال ممنوع تتعاقد، ممنوع تتعاقد، وما تعاقد، ورغم ان هذا وصل نهائي كاس العالم. صحيح. صح. هو الهلال ابو علي، هو الهلال انا الهلال ما اتكلم